السلام عليكم، شلونكم شباب؟ وياكم سايبر ورجعت لكم بفيديو جديد، واللي راح احكي بيه عن قصة الملك غازي. الملك غازي هو غازي ابن فيصل الأول ابن حسين ابن علي الحسن الهاشمي، ولد بيوم 21 مارس من سنة 1912 بمكة، وينتمي لأسرة آل عون الهاشمية. والملك غازي هو الابن الرابع للملك فيصل الأول من زوجته حزيمة، وعاش ويا جده حسين بن علي شريف مكة، واللي كان قائد الثورة العربية. وتعلم الملك غازي القراءة والكتابة من أرسل جده الشريف حسين بالحجاز لقرية الرحاب ويا ابن عمه عبد الإله. وسافر الملك غازي للعراق، ولاحظ الملك فيصل الأول ضعف الملك غازي وعدم تناسق جسمه ويا عمره وضعف معلوماته الفكرية، وتشاور ويا وزير المعارف ساطع الحصري، وقال له أنه ضعف الملك بسبب عدم تلقي المعرفة والعلوم من كان بالحجاز. فاجتمعوا مجلس الوزراء وقرر تأليف لجنة تختار أفضل المعلمين حتى يعلمون الملك غازي بمنهج ووقت محدد. وبعدين زار وزير المستعمرات البريطاني ليوبولد أميري ووزير الطيران البريطاني للعراق، وكان يتعمد الملك فيصل يجيب الملك غازي بكل مقابلاته الرسمية. ولاحظ ليوبولد ضعف وقلة خبرة الأمير غازي، واقترح للملك فيصل يخلي الأمير غازي يروح لإنجلترا، وأرسله لإنجلترا ونزل بيت الأسقف جونسون. وأشارت التقارير عن تطور ملحوظ للملك غازي، وقبلوه على هذا الأساس بكلية هارو، وكمل بها 4 سنوات. ورجع للعراق بالأول من سبتمبر من سنة 1929، والتحق بالكلية العسكرية الملكية باسم الشريف غازي ابن فيصل. وكانت الكلية بهاي الفترة تحت رعاية الملك فيصل. وبقى الملك غازي بهاي الكلية 4 سنوات، وتخرج برتبة ملازم، وأخذ دروس إضافية باللغة العربية والتاريخ الإسلامي والجغرافيا. وبيوم 11 سبتمبر من سنة 1933 سوى اليمين الدستوري وصار ملك على العراق. وبيوم 18 سبتمبر من نفس السنة أعلن عن خطوبته من بنت عمه عالية، ورزق بابنه الوحيد فيصل اللي سماه على اسم أبوه. ومن بعض إنجازات الملك غازي منع استعمال الروبية الهندية واستعمال الفلوس العراقية إلى صدرت سنة 1932. وفتح إذاعة عراقية وبثت بشكل رسمي يوم 1 من يوليو سنة 1937. وفتح مطار البصرة ب 24 مارس سنة 1938. وفتح سدة الكوت ب 29 مارس سنة 1939. وهاي بعض من جوائز الملك غازي. توفى بحادث سيارة غامض من كان يسوق سيارته دعم عمود كهرباء ووقع على راسه، وهاي صورة سيارته الحقيقية. وهواية من الناس ما صدقوا بهاي الرواية وقالوا كانت عملية اغتيال بسبب مواقفه الوطنية. ومن توفى أخذ الحكم ابنه الملك فيصل الثاني تحت وصاية عبد الإله، لأن ابن الملك فيصل كان صغير. وبالنهاية ما حد عرف سبب وفاة الملك غازي، بس بالجريدة الرسمية قالوا حادث سيارة. وتوفى بمساء الأربعاء يوم 4 إبريل من سنة 1939 بعمر 27 سنة، ودفنوه بالمقبرة الملكية بالأعظمية ببغداد. وهاي كانت قصة الملك غازي ثاني ملك للعراق. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك. كان وياكم سايبر، ومع السلامة.